لو فاكر إن النرجسي أخطر شخصية مريضة ممكن تعرفها تبقى غلطان، لأن في شخصية هي عبارة عن لعنة ماشية على الأرض. الشخصية دي هي السايكوباتي. في ناس كتير بتسأل مين الأخطر، النرجسي ولا السايكوباتي؟ عايز أقولك إن الاتنين بيلعبوا بنفس أدوات التلاعب، بس كل واحد فيهم ليه عقلية مختلفة، وده اللي هنفهمه مع بعض النهاردة. تعالوا نشوف صفات كل واحد فيهم وطريقته في التلاعب وإزاي نميز بينهم بسهولة، وهنعرف كمان إيه العلاقة بينهم ومين فيهم الأخطر. أعزائي المشاهدين المصريين وإخواتي العرب في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم باسم من قناة هيوكا، وأول حاجة هنعرفها النهاردة هي تعريف كل شخصية. النرجسي ده شخص عايش طول الوقت بيدور على إعجاب وتسقيف الناس وانبهارهم بيه علشان يحس إن هو له قيمة. زي مثلا واحد تلاقيه منزل صورته على السوشيال ميديا وبينشر أي كلام نقله من أي حتة، وبيقعد بقى مستني التعليقات والمدح واللايكات كأنه عامل معجزة. وقبل كده اتكلمنا عن النرجسي كتير جدا في فيديوهات كتيرة، لو عاوز تعرف أكتر عنه هسيب لك الرابط في صندوق الوصف. أما السايكوباتي فده شخصية مش فارقة معاها إعجاب الناس خالص ولا مدحهم، هو بس شايفك مجرد وسيلة يوصل بيها لمصلحته. زي مثلا واحد ممكن يبين إن هو صاحبك علشان بس يستغلك لمصلحته، وبعد المصلحة ما تخلص يختفي وكأنه مش موجود. الحقيقة الدوافع الداخلية للشخصيتين بتختلف. يعني مثلا عندك النرجسي عنده فراغ داخلي كبير، فكل غرضه إن هو يملى فراغه ده بتسقيفك ومدحك وتعظيمك ليه، ولو ما سمعش منك المدح اللي عايزه ممكن يزعل ويحس إنك ضده ويبقى عدوك. السيكوباتي هنا الموضوع معاه مختلف، مفيش فراغ ولا حب ذات جواه، هو ببساطة عايز قوة وسيطرة ومكاسب. يعني ممكن يضحك في وشك وفي نفس اللحظة يخطط ازاي يوقعك علشان ياخد مكانك. برضو من ضمن الفروق بينهم هي الضمير والإحساس بالذنب. يعني بالنسبة للنرجسي، النرجسي عنده ضمير بس ضمير مشوه، بمعنى ان كل حاجة وحشة بيعملها معاك بيبرر لنفسه ان هي دي لمصلحته وان ده حقه. زي مثلا لو جرحك بكلمة هقولك انا بقولك كده عشان مصلحتك، ويطلع في الاخر عامل فيك جميلة مع انه بيهينك. كمان النرجسي لما يسيبك ويبعد بيندم ويحاول يرجعك تاني، وما فيهاش مشكلة انه يظهر ندمه ليك، بس هو بيرجعك علشان يتغذى عليك تاني مش عشان بيحبك لا سمح الله. اما بالنسبة للسايكوباتي فده ضميره ميت، لا ندم ولا تأنيب ضمير ولا احساس. ممكن يخونك او يضحك عليك من غير ما يتهزله جفن او يفكر حتى انه هو غلط. باختصار السايكوباتي يقتل القتيل ويدفنه ويروح ياخد عزاه. برضو من ضمن الفروق بينهم طريقتهم في التعامل مع العلاقات ونظرتهم للناس. يعني مثلا عندك النرجسي شايف الناس على انها وقود بيعيش بيه، كل كلمة اعجاب هي الاكسجين اللي بيديله طاقة. يعني زي واحد يقعد يحكي مواقف وقصص عن بطولاته في اي قعدة، وكل اللي يهمه في الحوار انك تسقف له وتنبهر بيه. السايكوباتي بقى شايف الناس زي قطع شطرنج، يعني يقعد يحركك يضحي بيك يكسب بيك من غير ما يرمش له جفن. زي واحد ممكن يضحك في وش مديره وفي نفس الوقت بيبلغ عنه عشان ياخد مكانه. الحقيقة برضو الأساليب بتاعت كل شخصية بتختلف. يعني عندك النرجسي ده شخص بيبالغ في الغرور والتفاخر جدا، بيستخدم العاطفة كسلاح، بس بيستخدمها ازاي؟ يا إما حب زايد يغرقك فيه علشان يضحك عليك، يا إما ابتزاز عاطفي، يعني يلعب دور الضحية ويحسسك ان انت اللي دايما وحش وان انت اللي دايما غلطان عشان يكسب تعاطفك ويخليك دايما حاسس بالذنب. زي واحد تلاقيه مرة يعمل نفسه بطل ومرة تانية يعمل نفسه مظلوم، وتلاقي كل كلامه يقولك انا محدش مقدرني، انا مهما عملت عشانكم مش بتقدروا. اما بالنسبة للسايكوباتي الموضوع مختلف شوية. السايكوباتي بارد هادي، عنده قناعة العقلانية، وكذاب محترف جدا. طبعا النرجسي بيكذب وبيكذب زي كأنه بيشرب مية، بس كذبه مفقوس شوية. أما السيكوباتي ده كذاب محترف، يلف يدور من غير ما يبان عليه حاجة.
خطته محسوبة، بيتحرك زي لاعب الشطرنج، مفيش حركة بيعملها لما يبقى عارف نتيجتها ايه. ممكن يعمل نفسه هادي، يعمل نفسه عاقل في أي نقاش، لكن هو مرتب كل كلمة بيقولها علشان يوصلك للقرار اللي هو عايزه. طيب ازاي تتعامل مع الاتنين دول؟ أول حاجة بالنسبة للنرجسي، لو مضطر تعيش معاه ساعتها أهم حاجة ما تديلوش الوقود اللي هو عايزه. قلل من رد فعلك شوية، خليك دايما هادي. هو بيحب إنه يستفزك، ولو اتعصبت انت كده دخلت الملعب بتاعه. زي واحد مثلا قال لك كلمة مستفزة، ما تردش بعصبية لأن هو ده اللي عايزه. وأهم من كل حاجة في التعامل هي التجاهل التام. وزي ما كلنا عارفين النصيحة الذهبية، تجاهل يعيد كل شخص لحجمه الطبيعي. الموضوع بقى مع السايكوباتي مختلف تماما. السايكوباتي مفيش تفاوض، مفيش كلام، مفيش تجاهل. السايكوباتي حله الوحيد اهرب، ابعد، ما تبصش وراك. مجرد ما تكتشف ان في شخص بيستغلك بدم بارد من غير احساس، اقطع علاقتك بيه فورا. الموت ارحم مليون مرة من العيشة مع سايكوباتي. السايكوباتي ده عامل زي السرطان الخبيث، بياكل فيك من جوه لحد ما يفض احشائك خالص، ويا ريتها تموت في الاخر. ده عذاب مش بينتهي. وهنا بنوصل لسؤال مهم جدا وكلنا منتظرينه: هل في شخصية بتجمع بين النرجسية والسايكوباتية في شخص واحد؟ الإجابة للأسف في شخصية فعلا اسمها سايكوباثيك نارسيسيست أو النرجسي السايكوباتي، والشخص ده بيبقى واخد من النرجسي حب السيطرة والاهتمام وإنه يبقى في الصورة، وواخد من السايكوباتي البرود وانعدام الضمير. يعني مش بس عايز يبقى مميز والناس تعجب بيه، لا، ده كمان ما عندوش أي مشاعر ذنب ولا رحمة. تخيل بقى واحد زي ده هيعمل فيك إيه؟ الشخص ده من صفاته إن هو شديد الذكاء في التلاعب بالناس جدا، كمان مؤذي بشكل متعمد وبدم بارد، حاجة كده لا تصدق. كمان بيعرف يمثل كويس جدا، ممثل بارع. هو بيظهر إنسان طبيعي، ده بالعكس، ده كمان ممكن يظهر أكتر من الطبيعي، ساحر مثلا، لكنه بيدمر حياة غيره لمجرد إنه هو بيستمتع أو يثبت إنه هو الأقوى. والحقيقة إن النرجسي السايكوباتي ده أخطر من السايكوباتي بكتير، لأنه جمع كل عيوب النرجسية والسايكوباتية، فبقي شخصية تانية خالص. في الحقيقة إن الشخصية اللي زي كده خطر جدا، أخطر من النرجسي نفسه أو حتى السايكوباتي نفسه، لأنه هو بيدمج الشخصيتين مع بعض ويطلع أوحش ما فيهم. الحقيقة إن النرجسي لوحده ممكن تتعامل معاه ببرود أو حتى بتجاهل، أو هو نفسه بيوقف لو فقد مصادر الوقود. كمان السايكوباتي لوحده بيبان عليه برود، فممكن الناس تاخد حذرها منه وتبعد عنه. لكن النرجسي السايكوباتي بقى ده بيجمع بين الاتنين، فبيبقى صعب اكتشافه من الأول، وضرره بيكون أكبر وأوسع وأعمق. وعلى فكرة الشخصية دي موجودة فعليا في بعض الحالات اللي اتدرست في علم النفس، يعني هي مش مجرد حاجة خيالية، وخصوصا في الشخصيات اللي وصلت لمستويات عالية من الإجرام والفساد. الخلاصة هنا إن النرجسي مؤذي، بس السايكوباتي أخطر. النرجسي بيدور على إعجاب، إنما السايكوباتي بيستغلك من غير أي إحساس. علشان كده الوعي هو خط الدفاع الأول ليك. مش كل ابتسامة هي أمان، ومش كل هدوء معناه سلام.